يا اخي احنا نتعب ونجي ونشقى ويصير كذا. ما هي والله اقسم بالله عيب 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 يا اداره عيب. الدوري راح، الدوري راح وكل شيء راح واسيا راح. اقسم بالله مجاملات بليه كنا نسب اول الدوري، هو افضل لاعب كان يؤدي اليوم بالهلال، شو يسوي؟ خلاص تعبنا اقسم بالله، الجمهور هذه كلها جايه علشان الهلال، اخر شيء يسوي كذا جيسوس. وسائل الرياضيين المهتمين في كرة القدم، في دوري بلغاري؟ أنا أول مرة أسمع به، حكم بلغاري، حكم الدوري السعودي، الدوري القوي اللي فيه كل الأجانب، هذه نقطة. أعتقد أن ماني الشوط الأول طاح من نفسه حسب الحكم فاول، حكم ضعيف شخصية، حكم جاي من دولة أنا ما أدري هل عنده كرة قدم ولا لا. أقول هذا المستويات اللي ظهر فيها الهلال هذه ضريبة الموسم اللي راح، جهد. المباراة هذه ما كانت تهمنا إلا نفسيا لاسيا، اللي يقول بطولة واللي يقول والله المباراة هذه غير مهمة بالنسبة لي، حتى لا نص اللاعبين مريح. المباراة هذه كانت تهمني نفسيا لاسيا، رونالدو احتفل في جهة واحتفل في الجهة الثانية، أما ملعبهم هذا بالنسبة لي شوف صارت أفراح. جيسوس اوت، اصغر مشجع عارف وش يسوي. لودي ليه؟ كايو سيزار جاهز، لودي تو راجع من اصابه وعارفين السيناريو، بيطلع الشوط الثاني بيدخل متعب الحربي، من البدايه لعب كايو سيزار. ثاني شيء مجلس الجمهور الهلالي ارحمونا من التيفوات السيئه هذه، ما نبي تيفو، ما نبي. ومتروفيتش تو راجع من اصابه، يا اخي وين ليوناردو من بدايه الشوط؟ وين ليوناردو في التشكيله الاساسيه؟ يا اخي دفاعهم متهالك ويحتاج واحد يتحرك بسرعه، يا اخي قدامك كاس عالم، يا اخي لا تستهبل علينا يا اخي. لعبنا في ملعب دوران اليوم، هذا تمرين هذا ديربي اليوم على الهلال. النصر اي نصراوي يشوف التمرين، دوران اليوم جاء غرز الملعب وطلع من الباب، مره ما في اي شيء، ودائما النصر كعب عالي على الهلال، واتمنى 3 مايو بيلعب معي باذن الله الهلال، شفت شو اسمه دوران بيجي يغرز الملعب. السنه هذه طلع الهلال في معدنه الحقيقي، شفنا الهلال يندق من الاهلي من الاتحاد من الانديه الكبيره جميعا. هم السنه اللي راحت خافوا بعد ما تكلمت صحيفه الماركه في الدوري ان دورينا من أسوأ الدوريات التحكيميه، والسنه هذه خافوا فقلوا. صح ان اليوم النصر انه انظلم، ولكن شفنا النصر اليوم ينتصر بجبروت النصر وباسم النصر وبهيبه النصر. اليوم انتصر النصر على 15 لاعب، 4 لعيبه من ضمنهم الحكام من ضمن لعيبه الهلال. لابد انه لازم يكون في جمهور يحضر ويشجع من اول دقيقه 90. كلنا شفنا الواجهه اليوم، اتحدى اذا اكثر من 5% من الواجهه قاعدين يشجعون، كلهم دافع 600 500 ريال، قاعد سمير رميس وكاد الشعر ما يبغى يشجع. وانا اسف جدا، لكن الجمهور اللي يتعب، الطلاب اللي بالجامعات يبغون يحضرون ويعطون كل اللي عندهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما نبدا تغطيتنا اليوم، التغطيه برعايه محاشي فرحات، ناخذ رده فعل الجمهور النصر والهلال في ديربي العاصمه، خليكم معنا واستمتعوا. السلام عليكم. السلام ورحمه. شوفكم مروق هواء. ضامن الفوز اليوم. انا وريني شوف اتحاد اليوم. اي هلالي يشوف ذي يضيع والله. دايم احنا مبتسمين، واللي يشوفك بعد يبتسم زود، مروقين اكيد اليوم. يا سلام عليك. والدقيقه 80 مستانس، تلقاني هنا. ايش راح يسوي اليوم النصر؟ نحرقهم راح. الهلال صعب. لا هو صعب، تربى الحق خضيره صح؟ يا سلام عليك. بس كريستيانو ليله عنده كلام. وش راح يسوي رونالدو اليوم؟ راح تشوف الملعب. الوعد الملعب. العيديه مجهزين الهلال لكم اليوم، يقول بنعايدكم اليوم. راح يبكون، عيديتهم راح يبكون. باذن الله فوز نصراوي 3-1 بحول الله. ثلاثيه صعبه على الهلال. باذن الله ما في شيء صعب على النصر. اقول ان شاء الله ان اليوم بياكل النصر، الهلال بياكل النصر اكل. فانا انصحهم والله لوجه الله انهم يروحون يتعشون بدري من محاشي فرحات. يتعشون بدري اليوم؟ نعم. اشياء لهم اطيب لهم، ضامنين الفوز باذن الواحد احد. لكن يمكن يفوز اليوم النصر. ما اتوقع. النصر يقول لك اليوم بيعيد عليك اليوم. ما اتوقع، لا عيد ولا شيء يا رجال، الناس عيدت وخلصت، ويقول لك ان اليوم الهلال بيصقع النصر صقعه تاريخيه. 3-1 باذن الله، سالم هدفين وسفج هدف واحد. لكن يقول لك النصر بيعيد عليك اليوم. لا صعب عليهم، صعب عليهم، هي عاده سنويه بناخذها باذن الله. شوف صل على النبي. اللهم صل وسلم عليه. انا هلالي منذ الصغر. يا سلام. يمكن من قبل ان ولد انا ولدت هلالي على الفطره ان شاء الله. من قبل تولد كنت هلالي. انا حسيت اني هلالي. حسيت انك هلالي. باذن الله ما تنام عينه، انهاء 3-0 للهلال، راح يتجلى فيها ان شاء الله حبيب قلبي اللي انا احبه دائما، اللي غايب ورجع لنا القوي دائما ميتروفيتش. باذن الله ما تنام عينه انه اكتساح هلالي باذن الله. يا رجال نصر كلمه قديمه، ما في نصر، ماخذين الاسم هذا بس، هذا ما في نصر. هلال مكتسح من سنوات، مكتسح اسيا، الدوري، كل شيء، كاس العالم، فما في مقارنه. النصر يلعب بالحاله، ما راح ياخذه. ما راح ياخذ الدوري؟ ما راح ياخذه، يقول لك يلعب بالحاله. هذا النصر واسيا. طيب السنه هذه من تتمناها بما انك اتحادي؟ فيه الجار وفيه الهلال. صراحه النصر
من النصر. النصر. وقلت لي قبل شيء انه ما راح يحققون اللعبه الحالي يعني. النصر في اسيا في اسيا في الدوري في الدوري لا. والله ان شاء الله فوز محقق النصر باذن الله. طامن الفوز اليوم ان شاء الله. كم توقعاتك النتيجه؟ 1-0 النصر. الهلال ما عنده سالفه. الهلال نادي سهل. الهلال سهل. باذن الله انا ما اطمح بالفوز. المباراة انا ان شاء الله اخرج باقل الاضرار. تعادل. ورانا اسيا اهم من الدوري صراحه. تفكيركم يعني باسيا؟ نعم يعني الدوري خلاص راح. مستحيل النصر يعني 90% مستحيل يحقق الدوري. ولكن الباص محضر من العصر، كيف مباراة مو مهمة؟ والله هذا الباص خايف يتعطل، فهمت نفسه اخر مرة. بشر وصل اهم شيء؟ اهم شيء وصل وان شاء الله ما في خصم نقاط. يعني الباص اليوم محضر بدري علشان ايش؟ النقاط، خايف النقاط تروح ولا. احنا تركيزنا على النخبة الآسيوية، وباذن الله انها نصراوية اليوم، وزي ما قلت لك ترى تمرين بسيط بس نبغى نجهز ليوكوهاما، عرفت؟ يوم تمرين؟ هم مهتمين المباراة هذه، مهتمين، احنا همنا في يوم 26 ابريل آسيا مع يوكوهاما آسيا. اتوقع الهلال يفوز 1-0. 1-0 اليوم، لكن يقول لك النصر مجهز العيدية اليوم، راح يفوز عليكم اليوم. راح يفوزون. راح يعيدكم اليوم النصر الجار. دائما يحب الفوز. اليوم نصراوية عشان مصلحة الاتحاد. داعم للنصر اليوم. بس اني اتوقع انها هلالية. توقعاتك انها هلالية. 3-1. اهلاوي؟ اهلاوي. اليوم حاضر مع النصر. حاضر مع النصر عشانهم بس. يا سلام عليك. باذن الله انا اطالب بالعالم يدعون الاهلي ياخذ النخبه باذن الله تعالى. النخبه الاسيويه باذن الله، اهلاويه باذن الله. 4 للهلال طبعا. للنصر. وش الهلال؟ 4 توقعات. ان شاء الله الدوران 3. يا سلام عليك. 1 كريستيانو. يا سلام عليك. توقعاتك النتيجه؟ 2-2. 2-2. 0-0. 0-0. شوف التعادل مرضي؟ نعم كل الطرفين. لكن جاهزيا النصر افضل. لا مو واثق في النصر؟ ابدا انا نصراوي ماني بواثق فيه ولا 1%. مو واثق في النصر اليوم نهائيا. ان شاء الله 3-0. صعب اليوم على الهلال. الدوران ان شاء الله اللي بيجيبها. بيجرب الهلال جربه غير طبيعيه. دوران هدفين. الدون لا الشيء مو مسوي شيء. لكن يقول لك الهلال اليوم بيعيد عليكم. نعم لا نعم راح نعيد عليهم. هذه اول مباراه ان شاء الله راح يندعس هذا اليوم. اول مباراه رسميه في كينجدوم ارينا وبيحسم النصر باذن الله من الشوط الاول. من الشوط الاول؟ بالشوط الاول. شوف النصر جاهز؟ جاهز، لكن مشكلتنا تافي ما بيلعب اساسي فقط، هذه المشكله الوحيده النصر. قلوب الدفاع عندك لا جامي. مع الهلال كامل بس مشكلته في البلاي، لكن ان شاء الله دوران بيسوي شيء. خلينا يسولف الرجال في النهايه 4-1 من عندي. اليوم بيكسح الهلال النصر. 3-1 النصر ان شاء الله. ثلاثية من دوران. باذن الله 2-1 العالمي. صعبه على الهلال اليوم. لا مو صعب. باذن الله فوز. العيديه راح تكون عند مين اليوم؟ النصر ولا الهلال؟ عندنا. نعيد عليهم. يعيدون عليهم اليوم؟ ايوه في ملعبهم جيناهم نعيد عليهم. ايش راح يسوي النصر اليوم؟ بنهيها ان شاء الله من بدري، الشوط الاول نهيها. الشوط الاول؟ ان شاء الله ظل غيابات وتريح ماني وتافي لابورت، بس ان شاء الله قادرين. هلاليه ولا نصراويه؟ هلالية. لكن اليوم النصر جهز لكم اليوم. ولا شيء. ما عندنا شيء احنا. ما عندنا شيء. ما عندكم شيء انتم الهلال؟ حبيبي اليوم احنا بنجلدهم جلد. لكن صعب النصر. انا ما لابسه هلاليه، بس ان احنا بنروح من مدرج النصر، واذا فاز الهلال بوسخ بلوزه وانا لابسه تحت ذي الهلال، فانا بلبس الهلال. طيب كيف احتفاليتك يعني لو جاء هدف للهلال وانت بين النصر؟ نيفيز. تحتفلين كيف بين جمهور النصر؟ كذا. هذه الاحتفاليه الاولى. اي والثانيه متروفيتش. ما في احتفاليه بصمت؟ اي سمعوني سياحكم. ايش تقول جمهور النصر قبل المباراه؟ هارد لك من الحين. هارد لك يعني اللي ضدنا فريق عادي ما هو فريق كبير عشان قدامك العالمي النصر اليوم. اي عالم النصر اليوم. الهلال بس عالمي. ما في عالمي غير الهلال. باذن الله راح تكون تاريخيه اذا ما كانت فوق الاربعه. مشجع نصراوي هلالي. نعم. جاي من الوادي متعني. نعم. يا سلام عليك. اذا خسر النصر بترجع ولا اذا خسر النصر طال عمرك فان شاء الله ما بخاسر. عاد شفت ولا جينا من الوادي الا هو مرهي على الاول ان شاء الله. جايين خط. الله خط. واذا خسر النصر بترجع طيران ولا؟ والله يمكن اركب في طياره وانا خط ما ادري عاد. الله يطول. 3-2 للنصر ان شاء الله. ايش راح يسوي النصر اليوم؟ 2-1 نصر. توقعات 2-1 للنصر ان شاء الله. بنعطي الهلال 4 ولا 5 ضربه الانديه الباقي.
وش اللي نيفيز طلع منه اصلا دقيقة 50 يا اخي احنا نتعب ونجي ونشقى ويصير كذا ما والله اقسم بالله عيب 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 يا اداره عيب 200 كيلو علشان اشوف الاداء هذا. خيسوس ايش قاعد يسوي؟ وراك كاس العالم، عندك 10 ايام استثنائيه، عندك تعاقدات، كايو حاط لي اياه برا التشكيله، ولودي جاي من اصابه، دخلي متعب بعد ايش؟ بعد الشوط الثاني تسبب بلنتي. من يتحمل الخساره؟ يتحملها 100% جيسوس، بعدها بالنافل ما يسمع صوتنا. وين هو؟ وين رايح؟ وين رايح؟ ودوه للبرازيل. ما همنا صراحه، انا ابي نخبه، ما ابي كاس عالم، ابي نخبه، ابي نخبه مسماها الجديد، ابي اكون اول نادي يحقق النخبه بمسماها الجديد، هذا اللي طلبي انا. الهلال ما هو بعين على الدوري، على النخبه الاسيويه. الدوري خله، الاتحاد هو الوحيد اللي قاعد ينافس على بطولتين الان، احنا قاعدين ننافس لنا فتره، فانا اشوف ان لا اله الا الله النخبه احق لنا صراحه ان ناخذها. مره ما في احد يؤدي في الملعب، ما احد يعني يقوم بالواجب، يتمرنون وكل شيء، بعدين في الاخير ما حد يعني يزين يعني يلعب زين. باقي الدوري ينافس الهلال ولا خلاص؟ الدوري خلاص راح، بس احنا نبي اسيا ونبي كاس العالم للانديه، ان شاء الله نجيبه طرد. معكم اليوم اللي صار تخبيص، يعني مترفت، هو مهاجم محطه يروح يجنح ليش؟ ملعب التجنيح ليش يعني؟ ما ادري يطير. طيب نقول الدوري الاتحادي خلاص؟ ها؟ الدوري الاتحادي خلاص؟ لا للحين ما انتهى. الاتحاد ما يصمل. الهلال عنده نفس بالدوري. صراحة تخبط غير طبيعي من جيسوس، يلعب لاعبين غير جاهزين، مترو غير جاهز، سافيتش غير جاهز، ولودي بعد صحيح لودي مو بجاهز، ما هي بالطريقة دي، واليامي ليه ما لعبت شاراني بداله؟ تخبط صراحة. طيب ولا الدوري راح خلاص؟ لا ما راح، الهلال يلعب لآخر رمق، والاتحاد يدري عن الموضوع ذا، وإن شاء الله بناخذ كل البطولات. واضح من قبل المباراة التصريحات اللي طلعت على جيسوس برازيل والبرازيل، وهو واضح انه خلص معاهم، وهذا اللي جالس يفكر فيه ولا فكر في مصلحة الهلال. انا ما الوم اللاعبين ولا الوم جيسوس، الوم إدارة الهلال اللي فيها غموض غريب. يا اخي وضح يا اخي، اذا المدرب عنده تخبطات تجلس معاه ما يبي يكمل طلعه يا اخي. اليوم اذا ما طلع قرار ان جيسوس يمشي اليوم، العالمية ترك ما راح تسوي شيء. واللعيبه استهتار بالبلاد النصراويه ذي، الحرمان يسوي اكثر. فريق اليوم، لا فريق الفوز اليوم. حرمان على الحوض. الشيء ذا يتحمل جيسوس من تصريحات البرازيل ومن البرازيل، وهو اساسا يلخبط الموضوع. كايو هو اكثر واحد محرص عليه كايو، واكثر واحد نشف فيه كايو وابي كايو، واخر بالنهايه يطلع على حساب لودي. شيء الصراحه يعني يغث. وانا ابارك للنصر وبارك لرفيقي ابو علي، يستاهل، ولكن الهلال ما في الا بليهي هو الوحيد اللي رجال ورجل المباراه، اما الباقيين الله بالخير. اتخاذ من اللعيبه يعني كان سيء، اغلب العناصر سيئين، مالكم وفيوما، مترو سيء جدا، سالم برضه كان يعني. الدوري راح خلاص؟ هو الدوري رايح من زمان، نقول ان شاء الله في امل، لسه الدوري على اخر جوله ينتهي، فرق 6 نقاط بينك وبين الاتحاد. شوف انا من اول ما شفت التشكيله وشفت ان كايو مستبعد، اول ما عرفت ان كايو مستبعد بعت القضيه. ثاني شيء يوم سجل الهدف الاول، يوم قلص الفارق هدف واحد، ثم طلع روبن نيفيز، اول ما طلع روبن نيفيز والله اني بعت القضيه. هل هذا فريق راح يوجه؟ هل هذا فريق راح يشارك له كاس العالم للانديه؟ احنا ما نطالب باي شيء ثاني، نطالب بمغادره فهد المفرج، ونطالب مدير تنفيذي للهلال. فهد المفرج ايش هي كفاءته عشان يمسك نادي زي الهلال؟ فهد المفرج كنا نسميه في زمن ما خلص 17، مين هو عشان يمسك الهلال؟ وايضا اذا فهد بن نافل ما يسمع كلام الجمهور حتى هو يغادر المجهد. يعني معليش الهلال الان من جرف الدحديره بسبب مين؟ انا اتذكر حقتي ناصر الدوسري، الحمدان، يعني
ولا الدوري راح وانتهى من زمان، الدوري خلاص افلح، وكاس العالم بعد كاس العالم اللي املك فيه 5% وقاعد تحضر لهم بدايه السنه، يعني في اشياء بالمنطق، والله حتى ما راح تاهل من دور المجموعات في اسيا. المستطيل الاخضر يبي 11 رجال فقط لا صوت، صوتي رايح من التشجيع، يبي المستطيل الاخضر يبي 11 رجال فقط، زي بليه اليوم ما قصر وهو كل بالي. عيب والله عيب كذا الهلال شكله قدام النصر. متى اخر مره النصراوي لعب ضدك زي كذا؟ الحين خلاص النصر رقع ترى، عنده اسيا الحين ترى جايك النصر، وعيب النصر يرجع مره ثانيه. هلال كعبه عالي والله كعبه عالي، يرجع زي كذا موسم ثاني كذا يصير فيه. والله حتى الاتحاد والله ما في احد مستوى. ليش الاتحاد متصدر؟ عشان ما في احد ينافسه. والله العظيم لو في احد ينافس الاتحاد والله ما يصير متصدر. اليوم كريستيانو قدم مستوى مرة ممتاز، سجل الأول وسجل الثالث والثاني. يا سلام عليك. مع مين أنت؟ مع مين؟ النصراوي. نصراوي. ألف مبروك الفوز. الدوري لسه باقي في أمل، لأنه يخسر الاتحاد ضد الأهلي والأهلي يفوز يكون فيه 4 نقاط، يفوز يخسرون ويفوز يكون نقطتين. لا اللي يتحملها الدفاع، الا البليهي بدع. البليهي بدع. يا سلام. صراحه الهلال ما ادى المطلوب. متروفيتش 4 شهور ما يلعب، ينزل اساسي ضد النصر، ما ينفع يا اخي. ليوناردو قاعد يؤدي مستوى كويس، المفروض هو يلعب اساسي. نيفيز وين بعد الاصابه؟ نيفيز انتهى. الهلال يبغى له 3-4 اجانب يتغيرون اللي موجودين بس. جاهزين كاس العالم؟ كاس العالم اي جاهزين الله يرحمه، احنا مو بجاهزين بالدوري مو بجاهزين. نبغى مدريد بدايه الدوري. نبي مين؟ مدريد. الحين نبي ضمك. ما ينفع يا اخي والله ما ينفع. والله حكم غشاش، البلنتي المفروض ما ينحسب. وين تحمل الخساره اليوم؟ والله حمد اليامي. وش سبب خساره اليوم الهلال؟ والله متر والله ما لمس، ما شفت انا في المدرج ما شفت لمس ولا كوره، والله ولا كوره. صار معنا ان جسس يبغى يمشي بس ما يدري كيف. مباراة الاتحاد لاعب لودي كان غايب وما اخذ كايو. برضه مباراة الاهلي حاس التشكيله. مباراة النصر الحين يطلع كايو ويخلي ليوناردو احتياط ويلاعب لودي اللي له جاهز، لا هو ولا متروفيتش. كايو ليش جابه طيب؟ وهو اللي يمدح فيه، هو يبغى يروح البرازيل بس ما يعرف كيف. المفروض المدرب ما يبدل نفس، جبنا تعادل 1-1 بدل نفس على طول. كنت متوقع ان النصر يفوز ب3؟ انا توقعت العكس، 3 الهلال توقعت. كنت متوقع العكس؟ اي العكس 3 الهلال. طيب وجاهزين لكاس العالم؟ جاهزين؟ لا مو جاهزين. اخر كلام جاهزين؟ اخر كلام مو جاهزين. جاهزين لكاس العالم؟ لا مو جاهزين. جاهزين لكاس اسيا؟ لا مو النخبة؟ جاهزين لكاس اسيا، بس كاس العالم مو جاهزين. كاس العالم مو جاهزين؟ ايه. ليش مو جاهزين؟ عند المالك مو جاهز، الهجوم كله مو جاهز. مدريد ما بيهاتوا مدريد؟ منو؟ مدريد. لا مستحيل مدريد فريق قوي. شوف دوران بهذل الدفاع، دوران عفس الدفاع عفس صراحه، وريال متعافي عنه ما ادري شو. ولما تروح الاتحاد عندهم ديابي، والريال متعافي. كيف اليوم كيف متعافي اليوم دوران؟ يا عمي شفت لقطه يوم مدافعين الهلال شلون دش بينهم وقاعد يمشي يزخهم مع بعض، وين مو قياس يعني، مو قياس. انت قاعد تجيب واحد من مكان ثاني يعني جسمه. لك للامه الهلاليه ومبروك للنصر. خيسوس والله قبل كل شيء لعب في التشكيله. البليهي الله يعطيه العافيه، قبل كان مضيع شوي لكن في المباراه هذه اثبت نفسه، اثبت انه لاعب كبير. الله معوضه خير، والهلال نادي كبير ونادي بطولات. انا اشجع الهلال السعودي على حد النخاع، وشجع الهلال السوداني اخوكم السوداني. والله ونعم باهل السودان حبايبنا والله. ان شاء الله معوضه خير. الهلال افضل نادي في الشرق الاوسط. هاردك الامه الهلاليه، انا اشوف ان جيش يطلع برا، وان شاء الله باذن الله معوضين في اسيا باذن الله. باذن الله هذا فوز شريف بدون لف ودوران، وان شاء الله النخبه والاتحاد الدوري والاصفرين يفوزون. بدون الدوري للاتحاد ان شاء الله. الف مبروك الفوز. الله يبارك فيك. ابارك لجمهور نادي النصر. ابد هذا تمرين لعبناه في ملعب دوران. اليوم هذا تمرين؟ هذا تمرين. هذا ديربي اليوم على الهلال. النصر اي نصراوي يشوف التمرين. دوران اليوم جاء غرز الملعب وطلع من الباب، مره ما في اي شيء. ودائما النصر كعب عالي على الهلال. الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. كيف اليوم شعورك بالفوز امام الهلال؟ ممتاز. مبروك الفوز. الله يبارك فيك. كيف اليوم فوزكم امام الهلال؟ حلو الفوز وهارد لك الهلال. اليوم الهلال ما لعب زين من زمان، يعني الهلال كان يلعب متروش، اليوم ما لعب يعني. مباراة جميلة، وبقول لكم شيء، انا اتحادي لكن مع النصر قلبا وقالبا.
بس النصر الوعد 7 الشهر الجاي يوم 7 باذن الله يا النصر. وعد في النصر يعني. ما عليه الدوري الاتحادي باذن الله. الله يبارك فيك. اول شيء ام سوري ما في دوري. ثاني شيء هاتوا الاتحاد هاتوا الاتحاد. مبروك الدوري مبروك الفوز. الله يبارك فيك. والله الصوت رايح يعاد. الصوت رايح اليوم. مره الدون سوى لهم شيء سوى اليوم الدون؟ الدون شغلهم يا شيخ. والله ما ينامون يا شيخ. حتى الجوالات بيقفلونها الليله. والله ما يتعشون يا شيخ. اليوم جمهور اليوم ما راح يتعشى؟ ما راح يتعشون يا شيخ. عاد يقول لك 3 نقاط تعشى وسع صدره. هم لو فازوا 3 نقاط سووا سين وجين علينا يا شيخ. ما يخلنا النار. انا جيت من الكويت عشان احضر مباراة النصر. الحمد لله النصر فاز والحمد لله. جيت انت من الكويت اليوم؟ ايه علشان النصر؟ لا امس. جاي امس؟ ايه. وكيف اليوم الفوز امام الهلال؟ حلو. الف مبروك الفوز. الله يبارك فيك. كيف اليوم فوز النصر اليوم؟ حلو. ان شاء الله النصر يفوز بكاس النخبة ويفوز بالدوري. الدوري باقي ينافس ولا راح الدوري الاتحاد؟ لا باقي ينافس. باقي. يا سلام عليكم. الف مبروك الفوز. الله يبارك فيك. كيف اليوم؟ والله انت جاي من الكويت اليوم؟ اي جايين من الكويت. 11 ساعة طريق سيارة. اي تعب بس الحمد لله نصر. شوف الاتحاد افطر عليهم والنصر عيد عليهم. اوه يعني الاتحاد الاهلي اللي فطر عليهم. الاهلي اخر كلام. مين اللي يفطر؟ الاهلي جدة كلهم. والله نستاهله. توقعت افضل من دوران بس يعني الحمد لله رونالدو بدع سجل هدفين. والله في قلب الكينجدوم ارينا نفوز في قلب الكينجدوم ودوران يغرز العلم. الفوز ذا نستاهله طرق. من 2018 ما نحسب ولا بلنتي على الهلال ضد من النصر ولا بلنتي ينحسب. والله نستاهل هذا الفوز. ما ادري وش صار منها خلل عند الهلال اليوم ولكن النصر ابدع. فرض اليوم ما احد يقدر يقول نسبة 1% الفوز كان مستحق للهلال. النصر جابها ونفكر في الجاي. راحت المباراة وراحت 3 نقاط واتوقع مصير الدوري يتضح. ما ادري اذا يتضح لكم ولا لا. والف مبروك للأمة العالمية وهارد لك الهلال. الفوز. كيف اليوم النصر؟ زين. عجبك اليوم؟ اكثر شيء عجبك مين؟ الجمهور. وصلنا نهاية تغطياتنا في ديربي العاصمة. ألف مبروك لجمهور النصر وهارد لك الجمهور الهلال. كانت تغطياتنا اليوم برعاية محاشي فرحات. انتظرونا بإذن الله في تغطيات جاية. استمتعوا معنا أكثر. لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة.